جوزي كل يوم لما بنام بيعمل حاجة مش كويسة خالص، وبيبهدل الدنيا وبيبهدل هدومه. أنا دكتورة صيدلانية، وكان أغلب وقتي كنت مقضياه في شغلي، ولدرجة إن لقيت جوزي بيقولي: لأ بقى، انتي بقيتي مقصرة معايا قوي. انتي مش شايفة ان انتي بتعمليه ده غلط، وانك انتي علشان ترضي شغلك تيجي على حسابي انا وحساب كمان بنتك؟ انا مش مقصرة معاك ولا حاجة، بالعكس، انا شغلي مديالي اولوياته، وانت بديك اولوياتك وبدي لبنتنا كمان اولوياتها. ليه كل التفكير وليه دماغك يعني تروح لبعيد قوي كده؟ انا ما عملتش اي حاجة من اللي انت بتقولي عليها. هو انا هتبلى عليكي يعني ولا ايه؟ لا بقى، انتي بدأتي تأثري، وانا بصراحة ما يعجبنيش خالص الوضع ده. ويا عيني وانا يعني شايفاني طايل منك حتى ربع المرتب اللي انتي بتاخديه. انت اصلا مالك بالمرتب بتاعي؟ هو انا حتى مريحاك من حاجات كتير. انا مش زي الستات اللي هات هات هات، اعمل سوي اعمل سوي. بالعكس، انا لو في حاجة ناقصة ما برجعلكش واقولك ان ده ناقص. انا بجيب وانا طالعة وبعمل من غير حتى ما انت تعرف، ومش محملاك فوق طاقتك ولا حاجة. يبقى انت ليه بتقولي كده؟ لأ بقى، انا الموضوع ده ابتدى ان هو يضايقني، وبصراحة ما بقتش راضي خالص عن الوضع ده. وكمان يا اما تساهمي في البيت بالمرتب بتاعك، يا اما تقعدي. نعم، ايوه، تساهمي. هو انت مش عارف انا مرتبي ده بعمل بيه ايه؟ ايوه، ما انا عارف، ما هو ده اللي مضايقني، ما انا مش طايل منه حاجة. انت عارف ان انا بابايا متوفي، مامتي لوحدها ست كبيرة مش هتقدر تنزل تشتغل، واختي اللي بتدرس، واختي التانية اللي في كليتها، وفي نفس الوقت برضه يا عيني بتشتغل علشان تلاحق على كل ده. وفي نفس الوقت امي والمصاريف العلاج بتاعها، واخواتي ومصاريفهم، وفي الاخر عايزة اتجوزهم. وفي الاخر انت بتقولي كده؟ ما انا طبيعي لازم اساعد مامتي. اصلك انت اصلا المفروض انت مالكش دعوة بمرتبي. شغلي ده ان انا مثلا المرتب بتاعي احطه او محطوش دي حاجة ترجع لي انا. وانت اكيد انت اللي المفروض تقولي انت صح، وربنا يبارك لك ان انت بتساعدي اهلك من غير حتى ما تفكري. مش تقولي الكلام اللي انت بتقولهولي ده. انا اكيد مش هسمع كلامك. انا شغلي ده علشان خاطر اساعد اهلي وابقى في ظهرهم، وعلشان خاطر ارد جزء من اللي امي وابويا عملوه معايا طول حياتي. ومش لا ابويا مات وانا دلوقتي يعتبر زي ما تقول راجل البيت ليهم، انا اللي بصرف. يعني انت ما ينفعش تطلب مني كده وانا مش مقصرة في اي حاجة في البيت. لما اجي اقصر ابقى تعالى كلمني. دخلت على اوضتي وانا متضايقة، للحظات قلت ايه ده؟ بالعكس، انا لما كنت مخطوباله كان يقولي: يا حبيبتي، انا هفضل سايبك شغالة زي ما انتي، انا عمري ما هعترض ابدا على شغلك طالما مش هتأثري لا معايا ولا في بيتك ولا حتى مع اولادنا، فتفضلي شغالة براحتك، وانا مالي بفلوسك؟ فلوسك دي بتاعتك انتي، تجيبي بيهم حمام وتطيريه، تشيليهم تديهم لاهلك، انا ماليش دعوة. انا كل اللي ليا ان انتي ما تأثريش في بيتي. هو كل الكلام اللي كان بيقولولي ده راح فين؟ كنت بجد مقهورة قوي من جوايا، والكلام ده حرقني قوي وحز في نفسيتي. المهم عديت وقلت يمكن دي ساعة غضب، ومش هخلي الشيطان ان هو يتدخل في حياتنا اكتر من كده. وكنت عمالة افكر مع نفسي، وانا طبعا من جوايا متضايقة، لحد ما جه يوم القبض ولقيته بيقولي: هو انتي هتاخدي القبض ورايحة على فين؟ قلت له: ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما انت عارف ان انا بستنى اقبض، وان انا يبقى معايا الفلوس علشان خاطر اروح على طول اني انا ادي الفلوس دي لمامتي. ايه اللي انت بتقولهولي ده؟ لا، انتي مش هتديلهم حاجة،
وشوفي انت هتحطي ايه في البيت المرة دي. انا مش هحط حاجة في البيت، انا ملزومة منك، انت اللي تدفع وانت اللي تعمل وانت اللي تعمل لي كل حاجة. امال انا متجوزاك ليه ان شاء الله؟ علشان تاخد مني ولا ايه؟ لا بقى، انا ما يعجبنيش خالص الاسلوب اللي انت بتكلميني بيه ده. اعملي حسابك انك انت هتحطي جزء من فلوسك في البيت. طبعا انا سمعت كده، قلت له لا طبعا انا مش هعمل كده. الفلوس دي اللي اولى بيها اخواتي اليتامى اللي ملهمش حد ومامتي. وفعلا رحت خدت الفلوس اديتها لمامتي. ولما رجعت كانت ليلة بشعة جدا على دماغي، كانت كلها خناق وكلها زعيق وكلها اخر قلة ادب وقلة قيمة، لدرجة ان انا مكنتش قادرة استوعب ابدا ان ده الشخص اللي انا خدته عن قصة حب كبيرة، وده الشخص اللي انا اتجوزته، انه يطلع اناني للدرجة دي وبيفكر بس في نفسه. ابص لبنتي وانا حزينة، هرجع لمامتي طيب متطلقة، وبدل ما هي شايلة هم اخواتي البنتين بس هتشيل هم انا وبنتي؟ كان الف سؤال بيدور في بالي، لحد ما لقيته في مرة بيقولي بقولك ايه، انتي مالكيش نزول الشغل، يا انا يا الشغل. ايه اللي انت بتقولهولي ده؟ ايوه زي ما سمعتي، يا انا يا الشغل، يا تختاري بيتك وانا وبس، يا شغلك. لا طبعا، انا مش هسيب شغلي. شغلي ده اللي مخليني قادرة اصرف على اهلي ومخليني قادرة يبقى معايا قرش. انا مش هسيب الشغل. يبقى كده انت اخترتي شغلك. انت ليه بتحط نفسك في مقارنة زي دي؟ انت عارف الوضع، انت اللي المفروض تشجعني مش تقولي كده. قال لي لا، يا انا يا الشغل. قلت له طب اقولك ايه، سيب الكلام ده كله بقى بعدين ونبقى نشوف هنعمل ايه. المهم حاولت اهدي الدنيا علشان برضه مش عايزة في ساعة شيطان اخسر كل ده. بس اللي صدمني ان انا صحيت في مرة ولقيته ماسك هدومي وبياخد منها فلوس. كان مبهدل لي كل الهدوم كلها فوق بعض ومبهدل لي الدنيا كلها فوق بعض. طبعا انا كل ده وفاكرني نايمة، انا مش شايف ان انا شايفاه، وشايفاه ايه، قالب الهدوم كلها وقالب ومبهدل الدنيا كلها علشان يشوف الفلوس انا بشيلها فين. وفعلا وصل للفلوس ولقيته قام خدها حطها في جيبه. انا شفت كده كنت في حالة صدمة، لدرجة ان انا اتصدمت وما كنتش قادرة استوعب بجد، كنتش عارفة اقول ايه. وساعتها سكت وعديت. معقولة للدرجة دي وصل بيه ان هو يعمل كده؟ مرة ورا مرة لقيته بيعمل كده، بيستناني ان انا انام من هنا ويقوم داخل على الدولاب كل حاجة يبهدلها لحد ما يوصل للفلوس فين، او شنطتي يبهدلها لحد ما يوصل للي فيها ويقوم واخده. لحد ما قلت له لا بقى، انا بشوفك وانت بتعمل كده. ساعتها قال لي حقي، مش انتي اغلب الوقت برا البيت واغلب الوقت مش موجودة؟ يبقى اعتبريني ان انا باخد حق غيابك برا البيت. ايه؟ ايوه باخد حق غيابك. ايه مالك متضايقة اوي كده ليه؟ حقي وانا المفروض اخده. وبعدين انتي اللي وصلتينا لكده، يا ما قلتلك وحذرتك. طبعا انا كنت بجد مش قادرة اتخيل اي حاجة من دي. المهم فضل الحال مستمر بينا على كده لحد ما قال بقولك ايه، هو انتي بقى عندك كده حلين، يا تساهمي في البيت بالمصاريف، نص القبض يبقى لينا هنا والنص التاني ماشي لأهلك، وانا هقول ماشي. انا هدي قبضي كامل لأهلي، هم اولى بيه. لا، يبقى ما ينفعنيش كده. قلت له خلاص لو مش عاجبك طلقني، انا بند مش هقدر استحمل ان انا اعيش مع واحد زيك، واحد اناني ما بيفكرش غير في مصلحته. قال لي طيب روحي وانت طالق، انا كنت واخدك يا حبيبتي علشان تصرفي على البيت، وكنت بشجعك على شغلك علشان تصرفي على البيت. انا ما كانش عندي اعتراض اساسا على مبدأ الشغل ولا ان انت بتغيبي، ولا كل ده مش فارق معايا.
انا كان فارق معايا فلوسك، ما انا عارف ان قبضك كويس قوي، كل ده يروح لاهلك؟ لا بقى، ما يرضينيش. سمعت ده، اتصدمت، رجعت بيت اهلي وانا طبعا في حالة صدمة كبيرة جدا. ايه ده؟ ازاي طلع كده بجد؟ ومامتي ليه يا بنتي؟ ليه خربتي بيتك وليه عملتي كده؟ خلاص يا ماما، الموضوع انتهى. اللي زي ده اصلا ما كانش ينفع ان انا اكمل معاه. اللي زي ده للاسف واحد اناني. يا بنتي علشان بنتك. لا يا ماما، خلاص، كويس ان هو بني على حقيقته بدري. يلا الحمد لله، انا مش زعلانه. المهم، بعد بتاع حوالي 4 شهور كده، لقيته قام راح اتجوز واحدة شغالة في شركة وظيفة كويسة. واللي اكتشفته ان هو بيختار البنات اللي شغالة علشان يدفعوا في البيت ويصرفوا على البيت وكده يعني. المهم، انا في نفس الوقت امي بتقولي يا بنتي استعجلتي في قرارك ده. هو انا ممكن اكون استعجلت في قرار الطلاق، ولا اللي انا عملته ده كان من البداية صح؟ انا بجد مش عارفة. أرجوكم قولولي أنا كده صح ولا غلط. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. لا طبعا، غلط ايه؟ غلط ايه؟ انتي واحد كان واخدك يعتبر كده انك انتي بنك هتصرفي على البيت، كان حاطط عينه على قبضك، وكان حاطط عينه على وظيفتك اللي هي بقى دكتورة صيدلانية، وشوية شوية هتفتح لها حتة صيدلية ليها وهتكسب دهب من وراها والكلام ده كله. فكل ده طبعا شايف ان كل ده حلو قوي، وشايف كمان انتي كان غلط منك من البداية انك انتي قلتي له انا قبضي كذا. اكيد شاف قبضك عالي وكبير، فساعتها لأ بقى، انا اولى بالفلوس دي. وعلشان كده كان بيقولك في فترة الخطوبة هسيبك تشتغلي والكلام ده كله، علشان خاطر اصلا نواياه خبيثة انك انتي هتصرفي على البيت. طب معلش بقى يعني، هو انت كراجل، يعني النوع ده من الرجالة، يعني ده النوع ده بس من الرجالة، مش عايزة أي راجل من اللي موجودين يزعلوا من كلامي، بس النوع ده من الرجالة اللي بتستغل قبض مراتها أو شغل مراتهم. انت بقى كراجل، لما مراتك تحط في البيت، فين رجولتك؟ ايه لازمتك؟ ايوه، ايه لازمتك بقى؟ معلش، لما انت مراتك هي نازلة شغالة وانت المفروض تشجعها. يعني واحدة زي دي اهلها ما حالتهم صعبة، باباها متوفي، المفروض انت كراجل بقى، راجل بجد، مش كلمة والسلام. ايوه حبيبتي، هم اولى. وشوف انت لو عايزة حاجة مني ومكسوفة قوليلي وانا اساعد. ده حتى عشان خاطر دول يتامى، وتقول ان انت هتساعد حتى في سبيل الله، حسنة بتزكي عن صحتك وعافيتك وبيتك وبنتك. لكن ايه اللي انا بسمعه ده؟ ليه كل راجل دلوقتي بقى باصص للست الشغالة؟ هتريحني من حاجات كتير. ايوه، ساعات ممكن عادي ننزل نشتغل احنا الطرفين علشان خاطر يساعدوا في البيت، مش عيب ولا غلط، بس طالما الست راضية انها تحط. الست لو شايفة ان الحالة صعبة فهي عايزة تساعد جوزها، ده منها هي، مش انت اللي تفرض عليها ان هي تدفع في البيت، ان هي تحط قبضها في البيت. طب وانت فين رجولتك لما تلاقي مراتك بتجيب مكانك وبتحط مكانك وبتشتري وبتعمل كل الكلام ده، وهي اصلا مسؤولة منك؟ لو مش قد الجواز ما تتجوز، مش قد المسؤولية برضو ما تتجوز، مش قد تفتح بيت يبقى ما تتجوزوش من البداية. علشان خاطر بنات الناس مش لعبة في ايديكم، بنات الناس مش اللي هو ندوس عليهم ايه ونشغلهم ونشقيهم ومعرفش ايه علشان خاطر يساعدوا معانا. لا، انت خدتها من بيتها، يبقى انت تبقى واثق 180% انك انت هتقدر على كل متطلباتها، هتقدر على كل حاجة.
ايوه لازم يبقى فيه ود من الطرفين وان هما يعدوا حاجات كتير. بس لو انت شايف ان انت واخد الست اللي انت هتاخدها كنوع ان هي تصرف عليك، على بيتك، على اولادك، انك انت هتنزل تشغلها علشان تصرف على البيت، طب معلش يعني. في رجالة كتير انا بشوفها قاعدة في البيت ومراتاتهم هما اللي بينزلوا يشتغلوا. هو انتوا ما بتحسوش على ضميركم ودمكم اصلا؟ انتوا ما بتحسوش ان انتوا اللي بتعملوه ده عيب وما يصحش؟ بجد النوع ده انا بشوفه من الرجالة خسارة فيهم كلمة راجل. ممكن نسميهم اشباه رجال، لان الراجل الحقيقي ما بيقدرش ان هو يخلي حتى لو مراته شغالة تبقى شغالة زي ما هي، وما بيسمحش ابدا ان هي تحط قرش واحد في البيت ويقول لها لا انا لسه عايش. حتى لو عنده ضغوطات يقول لها لا ما ينفعش ان انتي تعملي كده، مش في اول مشكلة هاتي انا معيش فلوس. مين اللي المفروض يقول الكلمة دي لمين؟ ده الست الشغالة لما تيجي تطلب فلوس مثلا من جوزها او من باباها او من اخوها وهي شغالة بتتكسف وبتقول لا انا واحدة شغالة، ازاي هطلب منهم ان انا عايزة فلوس؟ ازاي هطلب من ابويا مثلا وانا المفروض ان انا شغالة اقول له عايزة فلوس وانا شغالة؟ ازاي؟ بتبقى مكسوفة تقول وما بتقولهاش الا عند الضرورة. انتوا بقى فين كرامتكم اساسا؟ فين رجولتكم ان انتوا تعملوا الكلام ده وتخلوا مراتاتكم اللي تدفع في البيت وتعمل كل الكلام الفاضي ده؟ كل ده ما ينفعش. لو انتوا مش قد المسؤولية ما تتجوزوش، مش قد ان انتوا تفتحوا بيت ما تفتحوش البيت ده، علشان في الاخر النتيجة ان انتوا بتظلموا بنات الناس معاهم. وانتي قرارك صح 100%. خليكي مستمرة في شغلك، شغلك هو اللي هينفعك، شغلك هو كيانك، شغلك هو السلاح اللي هيكون في ايدك ان انتي تحمي بيه نفسك. للأسف الدنيا بقت صعبة دلوقتي، فمحتاج منك ان انتي تبقي شغالة. وكتر خيرك على اللي انتي بتعمليه مع اهلك. انا بفرح جدا لما بلاقي حد بيبقى حتى لو بعد ما يتجوز يفضل اهتمامه بأهله كأنه قاعد معاه ويساعده في أي حاجة. مش عيب. أهلنا دول تعبوا علينا على ما وصلونا لكده، ياما دفعوا دم قلبهم علشان نوصل لكده، ودفعوا دم قلبهم فيك علشان تبقي دكتورة صيدلانية. فانتي بتديهم جزء من اللي هم عملوه معاكي، وده حقهم أصلا عليكي. ده مش واجب، ده حق على كل اللي هم عملوه معاكي. علشان خاطر كده بتعملي لهم كده، وبجد ربنا يجازيكي كل خير، واكيد ربنا هيعوض عليكي بدل الانسان الاناني اللي انت اتجوزتيه. وده كان قرار صح 100%. واوعي تندمي اللحظات ان انت اتسرعتي، بالعكس انت كده كسبتي نفسك، كسبتي من عمرك ومن وقتك، واكيد ربنا هيعوض عليكي بحاجة كويسة. دي كانت وجهة نظري، ولو حد عنده وجهة نظر تانية يسيبها لنا في الكومنتات، ولو حد عنده اي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.